السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة مريم داري. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم بسيطلات صغيورين بالدجاج واللوز اللي غنيين عن التعريف. يعني جميع المغاربة كيحضروهم في المناسبات ديالهم، في الاعياد. يعني ما كيخطاوش المناسبات ديالنا. غادي نعطيكم الطريقة الصحيحة باش تحضروا هاد البسيطلات هادو، سواء تحضروهم صغيورين فرديين او لا بسطيله كبيره. جميع المراحل، جميع الاسرار باش ينجحوا معكم، باش ما يطرطقوش لكم في الفرن. يلا نتعرفوا جميع على المراحل ديال التحضير ديال هاد البسيطلات. اول حاجه كنحتاجو اللي هي الدجاج ضروري في البسطيله. الدجاج عندي مغسول مزيان بالملحه والحامض ومستقطر مزيان. هنايا عندي في التوابل الخرقوم، سكينجبير، الابزار، القرفه، وعندي شويه ديال الملحه، ودويمه ديال الزعفران اللي يمكن تستبدلوها بزعفران شعره، والسمن معلقه صغيره، والزيت كأس الا ربع مخالط ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. مباشره غادي ندوزو باش نصبو. هنايا عندي كيف ما كتشوفوا عندي البصله، عندي كيلو ديال البصل تقريبا اللي فرمته على شكل رقيق. وغادي ندوز باش غادي ندير الدجاج ديالي. انا هنايا في هاد الوصفه هادي استعملت فقط غير الفخيدات ديال الدجاج، لان الصدر كنحيدو كنخدم به الحشوات الاخرى ديال وصفات اخرى. وكندير التوابل ديالي والزيت كيف ما كتشوفوا. يعني الدجاج راه كيبقى على حساب الكميه اللي بغيتو تستخدموا، سواء بسطيله كبيره او لا صغيورين، وعلى حساب افراد الاسره. ودرت هنايا شويه ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل انا عندي هنايا معلقه ونص صغيره ديال سكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم باش نعطيكم القياس مضبوط، ونص معلقه ديال الابزار، وشويه ديال الملح. صافي هنايا غادي ندوز باش نحضر، باش ندير واحد العطريه اللي خطيره. هذه هي اللي كتسمى الملكه ديال الدجاج، العطريه، عطريات الدجاج خطيره كتجي في المذاق. عندي بسيبيسه وقعقله اللي هي حبه الهيل، والقشره ديال الكوزه اللي هي بسيبيسه. كنطحنهم، كناخذ منهم ملعقه صغيره، وكنضيفهم على الدجاج والبصله ديالي والتوابل الاخرى. كنقلي واحد شويه، ومن بعد ما كنديرش الماء نهائيا. كيف ما كتشوفوا معايا البصله راه بدات كتطلق الماء ديالها. كنغلق على طنجره ديال الضغط وكنخليها 20 دقيقه. كنقلبها، كنلقى الدجاج ديالي طاب تماما صافي. من بعد كنزول هذاك الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا، كنحيدو نخليه يبرد باش نحيد له العظيمات ديالو. وبالنسبه لهاد الدغميره هادي راني كنبدا كنقلي فيها وكنحرك من حين لاخر. ومن بعد غادي نضيف لها هنايا واحد الملعقه ونصف ديال العسل اللي يمكن تستبدلوها بسكر حبيبات. صافي الدغميره ديالي ما تغفلوش عليها نهائيا، مره مره كتحركوها حتى كتنشف تماما من الماء، وكتوقف في الزويته ديالها بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا ما شاء الله اللون ديالها كيفاش تغير، وكيفاش ديك البصيله تعسلات وتعلكات وما بقاش فيها الماء نهائيا. الدجاج ديالي بعد ما برد حيت له العظيمات كاملين، وهذوك الشوائب قطعته قطع صغيره، فرتته غير ما بين اليدين ديالي. وهنايا في هذه المرحله راني ما غندير نضيف لا بيض لا والو. غادي نخرج على المعتاد. يعني البسطيله اللي كنعرفو كنديرو البيض هو اللي نديروه مع البصله مع الدغميره، وكنخليو الدجاج بوحدو. انا هنايا درت رجعت هذاك الدجاج على البصله، وبديت كنقلي فيه حتى نشف تماما. من بعد صفيته، درته في واحد المصفات وخليته حتى هبط ليا هاد الليدام هذا اللي كتشوفوا هاد الزويته. ما غاديش نرميها، نتوما غتشوفوا معايا اش غندير بها. من بعد غادي كيف ما كتشوفوا معايا خديت ربعه ديال اللوز، اولا 250 غرام ديال اللوز اللي مسحته من الغبره وحمرته في الفرن، هرمشته بهذا الشكل هذا اللي شفتوا معايا في الصوره. درت عليه 2 ملاعق كبيره ديال سكر حبيبات اللي يمكن استبدالها بالعسل، كيس من سكر منكه بزهره البرتقال، ومعلقه صغيره ديال القرفه.
بودره. بالنسبه لزهره البرتقال، يعني الا ما عندكمش ديروا ماء الزهر، واحد الملعقه ديال ماء الزهر. وهذا هو السر اللي قلت لكم غادي نعطيكم باش هذاك اللوز كيجي منسم ومنكه وما كيجيش ناشف. هذاك الهدام، هذيك الزويته اللي كتهبط لنا من هذاك الدجاج كنخليها، ما كنرميهاش، كنديرها على اللوز ديالي وكنخلط مزيان، كنحاول ندمج العناصر مزيان مزيان حتى كيتلبس لي هذاك اللوز بهذيك الزويته. وكيف ما كتشوفوا معايا هنا كيجي بهذه الطريقه هذه، كيجي ما شاء الله مفرك، واحد المذاق فيه ولا اروع. انا تعمدت ندير اللوز بالقشره ديالو، ما نقليش، ما نحيدلوش القشره وما نقليش. صافي هنايا كناخذ الوريقات ديالي ديال البسطيله. انا خديت الحجم الصغير. كناخذ الوريقه ديالي الاولى كنخدمو بجوج ورقات بجوج ورقات. شوفوا معايا الطريقه، يعني ما كنخدمش ما كندهنش ورقه ونخدمها وعاد نجيب ورقه اخرى، لا، كندير وحده فوق وحده، كندهنهم من الجوانب وكنرد هذيك الجهه الملسه دائما. اقسم ما بغينا نخدموا شي بريوات او لا بسطيله او لا سيجار، دائما الورقه البسطيله الجهه الملسه كتكون من الاسفل، والحرشه هي اللي كتكون من الاعلى اللي كنعمروا عليها، يعني اللي كنديروا فيها الحشوه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. صافي كيف ما شفتوا معايا دهنت الجوانب كاملين. كناخذ واحد الاطار ديالي، اي اطار عندكم، واي قياس بغيتو نتوما. انا عندي هذا اطار كبير شويه. صافي كنديرو في الوسط ديال الوريقه ديالي، كنعمر بهذيك الدغميره والدجاج اللي نشفت من الماء واستقطرت الليدم ديالها او الزيت ديال اللي فيها، استقطرته اللي درته مع اللوز. كنحاول نقاد الوجه ديالها في هذاك الاطار، ومن بعد كناخذ واحد الملعقه كبيره ديال اللوز اللي حضرنا، كنحاول نقاد الوجه ديالها ونديرو على شكل مستوي. صافي وكنضغط عليه بشويه بالملعقه، بالظهر ديال الملعقه حتى كيلتصق لي وكيتماسك. ومن بعد ها نتوما شوفوا هنا هذا المقطع، راه تعمدت انني ما نسرعوش نهائيا باش تشوفوا معايا الطريقه باش كنطوي. انا ما كنلصق لا بيض لا طحين لا حتى حاجه، فقط كنبدا كنطوي بهذا الشكل هذا. وانا كنحط الاصبع ديالي وكندير واحد الثنيات صغيورين، وانا كندور حتى كنغلق هذيك البسيطله ديالي في الوسط. من بعد عاد كندهن واحد شويه ديال الزيت على هذيك البليصه، لان دوك الجوانب كيكونوا شويه ناشفين. كناخذ هذيك البسطيله ديالي كنقلبها للاسفل، هذيك الثانيات كنقلبهم من الاسفل وكنعاود نطوي بشكل اللي واضح جدا. كنتمنى انكم تكونوا يعني عرفتوا الطريقه باش كنطويو هاد البسطيلات هادو، او لا كنلمطوهم يعني باش كيجيونا شكل اللي متول وزوين. صافي كنستمر حتى كنكمل البسيطلات ديالي كاملين بنفس الشكل. كندهن دائما شويه ديال الزيت وكنقلب البسيطله ديالي، كتجي متوله ومدوره وشكل اللي مقاد ما شاء الله. صافي كنحطها في اللاطه وغادي نعاود معكم وحده اخرى يعني باش تشوفوا. هنايا سرعت شويه المقطع لكن راه واضح، ما سرعتوش يعني ما درتش ليه سرعه كبيره. غادي نخليكم باش تشوفوا كيفاش كنطوي يعني المراحل، جميع المراحل. دائما كندير السيركل ديالي اولا الاطار، كندير الدجاج والبصل، ومن موراها كندير اللوز. اللي وصلت معايا حتى لهاد المرحله في الفيديو ما تنساش لايك، تحط ليا لايك وتعليق زوين بحالها. واللي مازال ما مشتركش في القناه كنتمنى انكم تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد فيديوهاتي. صافي كيف ما كتشوفوا معايا قلبتها للجهه الاخرى. غادي نحاول نقاد عاوتاني هذوك الثانيات الاخرى اولا الطيات.
كيجيو قياس واحد وكيجيو زويونين في الشكل ديالهم. بعد ما كملتهم كاملين في التشكيل درتهم في لاطا اللي غادي نثقب هاد البسيطلات ديالي غادي نثقبهم باش ما يطرطقوش ليا في الفرن. هذه مرحله مهمه بالنسبه للناس اللي بغاو يحتفظوا بهم في المجمد، كيشمعوهم في الفرن اولا وعاد كيدخلهم المجمد ومن بعد كيخرجوهم مباشره كيدخلوهم للفرن. الفرن ديالي مسخن على 300 درجه، غادي ندخلهم يطيبوا من الاسفل فقط حتى كيتحمروا وكطيب لي الورقه. من بعد كنشعل عليهم من الاعلى حتى كيذهبوا كياخذوا هذا اللون الذهبي ما شاء الله، كيجيو مقرمشين وزوينين. هنايا غادي ندوز للمرحله ديال التزيين، لكن كنعتذر منكم ما كملتش معكم التزيين حتى الاخير لان دركني الوقت، وبما انني حضرتهم الفطور ديال رمضان. انا هنايا كنزين والمغرب كيأذن عليا، لهذا انا صافي غير وريتكم الطريقه كيفاش وكملتهم انا بوحدي، يعني بلا ما نصور. هنايا درت هكا اشرطه ديال الورق المقوى وكنزين الجوانب بسكر بودره. من بعد هذاك الوسط اللي كتشوفوا معايا خاوي غادي ندهنو بشويه ديال العسل وغادي نزينو بشويه ديال اللوز كونكاسي او لا اللوز ايفيلي اللي عندكم. انا شخصيا زينته باللوز كونكاسي ودرت ليه واحد الوريده هكا في الاعلى. كنتمنى الفيديو ديال اليوم اللي اقترحت عليكم تكونوا استفدتوا منه، من النصائح ومن الاسرار باش ينجحوا معكم هاد البسيطلات، لان بزاف ديال البنيتات ما كيعرفوش كيفاش يديروا البسطيله. انا قدمت لكم واحد الطريقه اللي سهله جدا، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله وصفه جديده. وشكرا لكم.